مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بألف خير. اليوم وصفتنا كليتشة. الكليتشة هيك اسمها وحده يفرح، من الوصفات الكلش طيبة، واحنا العراقيين نحب هاي الوصفة كلش صراحة وصفة تجنن. راح اسوي لكم اياها. هنا عندي راح ابدي باول مقدارين اللي هي كيلو طحين، هنا ملعقة مليانة صغيرة هيل، وملعقة ممسوحة بيكنج باودر، ما نريد هواي، مجرد ملعقة صغيرة ما اريدها تنفش. هنا أنا عندي نص كيلو دهن حر، ممكن تستخدمون دهن عادي او تخلطون زبد ودهن، يفضل انه نخلط نوعين. هنا كيلو طحين وهنا نص كيلو دهن. هذا بالكوب القياسي 7 اكواب او نص، وهذا كوبين او نص دهن. اكواب قياسي يعني مو بالقلاص العادي، ممكن تستخدمون الكيلو نص كيلو هيجي. هسه وعلى طول نبدي وصفتنا. وهسه بعد ما اختلطت الزبدة والطحين كل الزين، هسه هنا أنا عندي نفس هاي الطاسة كوب حليب، وعندي نص كوب قياسي شكر وشوية ملح، ونذوبهم. طبعا الشكر والملح ضروريين للكليتشة، ينطي طعم موازنة كلش طيب. وهسه الشكر ذاب تماما، هضيفه نصه وما نعجن هيك. وراح اضيف النص الثاني. قلت لكم تضيفوا بالتدريج لان انا ما اعرف شنو اطحينكم. طبعا اليوم العجينه طفر، يمكن راح يجينا خطار. اهلا وسهلا بالخطار. طبعا احنا العراقيين هاي عندنا العاده ان العجينه يطفر نقول راح يجينا خطار. باعوا ما عجنت نهائيا، مجرد هيجي. والعجينه خلينا نزعج نشوف تسيطر اكثر. باعوا العجينه حلاوه لا تتشقق، باعوها كلش حلوه. انتظرها ترتاح نص ساعه ونشتغل بيها. وبالنسبة للحشوات راح استخدم هذول النوعين لان احنا اكثر شيء نحبهم، اللي هي التمر والفستق. هنا التمر تمر منزوع النوى يعني بدون نوى، خليت له شوية دهن او ممكن تستخدمون زبدة، وخليت وياه سمسم محمص وجوز وهيل وشوية دارسين وشوية قرنفل، هيك قليل ينطي طعم ويبرز طعم التمر القرنفل شويونه. وعجنتهم مع بعض بهالشكل هذا. انتم هالاضافات ممكن تضيفون حسب ايش قد تحبون، سمسم وجوز او بدونهن كلهن يعني بس تمر هم يصير. هنا أنا هذا عندي الفستق مكسر ناعم وخشن، كسرت قسم ناعم وقسم خشن. خلطت الكوبين الفستق ويا ربع كوب شكر مطحون، وخليت شويه مي ورد هيك قليل ينطي الطعم. وبعدين ضفت شيره بالتدريج الى ان تماسكت، تركتهم فد نص ساعه حتى يشربون بعض، وبعدين شكلتهم على شكل هيك دوائر، باعوها او كرات، دوائر شنو كرات. هاي الحشوات عندي. هسه العجينه هم ارتاحت، يلا نشتغل بيها. نص ساعة مو أكثر مريت، باعوها تجنن، تنفرد بكل سهولة. وبعد مثل ما تشوفون كملت تقريبا أقل من 3/4 العجينة، صفطتهم بصينية مفروشة بنايلون. راح أخليهم بالثلاجة. ليش؟ هاي الطريقة لما نشتغل بهذولا تنطينا نتيجة كلش حلوة، وما يلزقون بهاي القوالب أبدا، ما تلزق وتطلع الطبقة حلوة ومرتبة، وبالفرن تبقى النقشة ثابتة. هاي الطريقة تجنن. طبعا أنا دائما أسويها، والطبعة بدل ما تروح لو تشوفون كل وصفات الكليتشة عندي الطبعة بيها ثابتة وتجنن، لأنه أستخدم هاي الطريقة. راح أغطيه بنايلون وأخليه بالثلاجة بين ما أكمل الجزء البقى من العجينة اللي هو هذا. زين من يبرد هذا زين ارجع اشكله واخلي الجزء اللي هسه راح اشتغله بالثلاجه.
وهاي كليجاياتي اول صينية شكلتها. هنا أنا عندي بيضة خليت فيها قطرات من الخل وفانيلا بودرة وشوية مي، راح ادهن السطح. ومجهزة الفرن على اعلى درجة حرارة، نار تحتية وفوقية. وهاي خلصوا كليجاياتي، بعش حالاتهم بعدهم دافيات، استوهم طلعوا من الفرن صفطتهم. ما شاء الله الكيلو طحين انطاني 120 قطعة، فد شي روعة ويجنن. راح اذوق لكم وحدة اللي بالتمر يمكن، ما ادري، بس شوفوا القرمشة شلون هشة جنن. افتح لكم اياها بعد. باع شلون هيجي باع ذايبة ذوبان تجنن. طبقة التمر كلش مناسبة ويا السماكة مال العجينة، باعوها تجنن. راح اضيف لكم اياها واصف لكم اياها. طبعا العجينة كلش طيبة، تذوب بالحلق. التمر ويا التتبيل البي ويا الجوز والسمسم غرام. الحلاوة مالتها كلش طيبة. فد شي صراحة ما اعرف اوصفها، يعني اعجز عن وصفها. ايش ما احكي عنها ما راح انطيها حقها، قد ما هي طيبة. بالدهن الحر غرام بالكليتشة. هسه اشوف لكم اللي بالجوز وينها. يمكن هاي بالجوز، يمكن، ما ادري. خل افتحها واشوف. باع الهشاشة. شوف بسم الله يا حبيبي على الجمال. باع شلون هشة. خل اذوقها. طبعا كلش طيبة. الطعم الطاغي اللي هو الجوز على لدعة مي الورد، تبين قليل هيجي، يعني فد شي خفيف. طعم تحسون نكهة طيبة خفيفة كلش. العجينة مثل ما قلت لكم بسكوتية وخفيفة. باعوها الحشو اكثر مخليتها هنا حتى تصير كلش طيبة. لما تاكلوها تذوب بالحلق. باع ايش قد هالشباع، لان بعدها حارة طبعا. هاي وصفتي لهذا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. كليتشة على الطريقة العراقية، ولا اطيب ولا اروع. واقول مرت اللخ ماكو اطيب من وصفاتنا العراقية، ماكو بالدنيا كلها اطيب من وصفاتنا. ها وصفت لهذا اليوم. اشوفكم بالوصفة الجاية ان شاء الله، مع الف سلام. يا حبيبي يا حبيبي عالجمال. بسم الله ما شاء الله.